اللي قال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تحمل أسمى وأرقى معاني الحرية. نحن هنا من أجل الحرية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه الآية. هذه الآية تقول أننا لسنا عبيدا إلا لله سبحانه وتعالى، ليس فوقنا إلا الله سبحانه وتعالى. نحن لسنا عبيدا للعسكر ولسنا عبيدا للسلطة، نحن هنا من أجل الشعب المصري، من أجل أن يعيش حرا ومن أجل أن يعيش كريما. أما إجابتي للسؤال من هن الحرائر الموجودات في ميدان ربع العدوية، أيتها المصريات إني لا أفتخر بكن جميعا. أنا جئت هنا تعلمت منكن الكثير. هل يعلم العالم أجمع أن نساء ربع العدوية هن حفيدات الملكة الفرعونية المصرية آسيا التي وقفت في وجه أعتى دكتاتور مستبد عرفته البشرية، ثبتت على الحق وثبتت على ما تؤمن به، وقالت عندما عرفت غايتها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. كل النساء اللاتي في ربع العدوية يعلمن غايتهن أنهن يردن بيتا في الجنة، وليس أي بيت، إنه بيت في جوار الله. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقولون أننا ندخل قال الله وقال الرسول عندما نتحدث عن السياسة.